طاح الكافل من القاع للجنة وموش شفوفه بعد وخيمة الذنة، طق نعناع من كان الصفار هواي وبالدخان مو حرمل جمر جنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج في طريق الحسين. انتظرونا حتى نلتقي بأهالي المواكب الحسينية وأصحاب الهيئات وخدام الإمام الحسين عليه السلام. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين ونلتقي بأحد خدمة الإمام الحسين. السلام عليكم. عليكم السلام. حج أول مرة عرفنا عن نفسك. أبي يوسف عيوة ختلان. الله يسلمك. الجبوري. نتشرف بيك. بعد روحي الله يخليك. حج اليوم أنتم منتفضين. نعم. وطالعين وشارين المصحف الشريف. نعم. احكي لنا شوية عن هذا الاستنكار. والله يا ابن استنكار احنا على الدولة السويدية ويا ريتها قريبة ان اعتقد بالله الا نموت ببالها. بس احنا تعال مصيبة شو وصلنا ومن ياخذك بطائرة وتريد لك مليارين. اي والله. والله هسه اكون اتمنى بالديوانية. صحيح. نعم طلع على بصي لا ما اموت ببابها بعد شوية. بس يلا ايش بيدينا؟ دولة بعيدة واحنا لا حول ولا قوة. احنا القرآن دستور. وصحيح احنا قرآن دستورنا واهل البيت دستورنا، لكن شو تسوي؟ اي والله. غصبا علينا يقول العين بصيرة واليد قصيرة. اي والله. دولة بعيدة. اي والله. احنا بزمان ما نقدر نحدث على دولنا اليمنى. احنا لو زمان والتنوش اليدين شو تعين؟ نرد؟ والله ما نرد. بالله ما نرد. بس على قصر قابنا. لا والله ما نرد، بس هي الشغلة صارت يا ابني. اي والله. دولة بعيدة وغصبا، لكن تصيح كلها بصوت واحد. ان شاء الله يجي، ان شاء الله يجي. صوت واحد. ان شاء الله. نعم للقرآن. نعم نعم للقرآن. نعم 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 للقرآن. نعم نعم للقرآن. نعم نعم للقرآن. الحمد لله وشكر. الله انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى نلتقي بخادم آخر من خدمة الإمام الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين عليه السلام ونلتقي بخادم موكب بدر الهواشم أبو بهاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك حجي. حجي اريد تحكي لنا المناظر شلون استقبلت محرم الحرام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على من بكاه جبرائيل. السلام على من بكته ملائكة السماء. السلام على من بكاه محمد رسول الله. السلام على من نعته ملائكة السماء. الإمام الحسين عبرة وعبرة، عبرة تعلم منه الرجال الكثير، تعلم الإباء والفداء والشجاعة والبطولة وكلمة هيهات من الذلة، والعبرة هي الدمعة. مصيبة الحسين مصيبة لن تمر على البشرية في التاريخ، فكانت مصيبة عظيمة أيضا نعت ملائكة السماء. وفي يوم العاشر يقال، وأنا استقريت أكو صحيفة بريطانية أنه اتأكد أنه يوم العاشر من المحرم، هاي النشرت أنه مطرت السماء دما يوم العاشر من المحرم. فمدينة أبو صخير مدينة بعشائرها بناسها بأهلها أصحاب مصيبة، يعتبرون يستقبلون شهر محرم الحرام، استعداداتهم من قبل الشهر. فتشوف هنا أكو موكب، هناك أكو موكب، هنا الناس كل من هي نفسها. المواكب اللي تطلع استعراض والمواكب اللي تخدم كثيرة. انت لاحظت الان المواكب بكل مكان، مواكب الخدمة. صحيح. يقدمون الماء والشاي والاكل والشروب حسب، او هذه تدري الناس تجمعها سنويا، الطفل يجمع. صحيح. والام تجمع والصغير والكبير ويطلعوهن بهذا الشهر. صحيح. انا سمعت انه هاي المناظر من الطفل للكبير بالسن كلها تشارك ويستعدون يوم ينتظرون المحرم. اي صحيح. انت شوفت عنك فالمواكب اللي تستعرض مواكب صارت كثيرة. صحيح. مواكب المنطقة، مواكب العشائر اللي داير مداير ابو صخير، هاي كلها تجي تستعرض. عندنا مواكب تستعرض بالنهار. صحيح. مواكب الزنجيل ومواكب المشر والمشاعل بالليل. بعدين اكو مواكب بالليل، مواكب المشاعل.
ايضا يستعرضون هنا، والجميع مشاركين بكل انسيابيه، وماكو عندنا اي مشكله ولا عندنا اي تقاطعات، الكل تخدم الصغير والكبير. فهاي الذكرى الأليمة اللي تمر على الناس الله يسلمك ألمت ومأجورين يا حبيبي. بس حجي أنا أريد أعرف اليوم أنتم شنو ردكم على حرق القرآن الكريم؟ والله هو كتاب، هو ورق احترق، لكن المعنى يعني هذا هو من الغباء انه انت تحرق قرآن. صح. بس هي صارت ردة فعل لو ما يخوفهم ما حرقوا. اكيد. بعدين هذا كلام الله المنزل، انزل جبرائيل، انت تحرق ليش؟ يعني هذا بعدين نتائجه سلبيه عليك. صحيح. بعدين تندم، وهو ندم هذا الغبي. صحيح. زين، وتشوف ردة الفعل الغاضبة للشعوب الإسلامية. صح. وبالذات العراقيين اللي انتفضوا. صحيح. انتفضوا واقتحموا السفارة. هم ما كان بنيتهم يقتحمون سفارة، ولكن التبليغ الثاني الآخر والتصريح والجواز اللي انطته الحكومة لهذا الساقط جعل الجماهير الغاضبة تقتحم السفارة. صحيح. صحيح. فالقرآن الآن محفوظ هو، والقرآن الصغير والكبير يحترمه. والآن القرآن إذا ما مطهر الإنسان صحيح ما يقدر الوضوء ما يقدر يلزمه ولا يقدر شيء. فإن شاء الله هاي الذكرى الأليمة تعاد عن الناس هذه بالفرح والخير والسرور، والله يبعد عنهم السوء والمكروه نهائيا عن الجميع، وربي يوفقك ويحفظك رحم الله والديك يا حبيبي على هاي المقابله، ويحفظ الاولاد الباقيين ويحفظ خدمه اهل البيت. الله يحفظهم منا تبهاتنا وعمامنا. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، الله يسلمكم. رحم الله والديك، رحم الله والديك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل الى خادم اخر من خدمه الامام الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين عليه السلام، ونلتقي باحد البراعم الحسينيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اول شيء عرفنا عن نفسك. علاء احمد راضي الجبر. نتشرف بك علاء حبيبي، سمعنا قصيده علاء. براحتك يلا. زينب عليه السلام من راحت للشام يسأل العباس يدلا هم طعتي يا اخويا بصوت هم ضربوت هم جروا عباد زينب والذوت يا سنبا حق عصابة امه ما محلفني رحت مثل الخيال يكذب الكظمي دخلت على القصر كان صالتك عباس لكن للاسف ريشات تنقصني اختي الامام قمط عفطت جناب انا بسرت علي وعباس كافني ما نصح الحسب بس فعل مال رجال انا على الكل خلفه ورايدي عدني انا البي يا ابوي مكلف العباس شاق اللي بعد ياسر ما يصني لا مودعتك ما وصل سلم عداي اساين شارب اللي يتجرى ويطجي. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين عليه السلام، ونلتقي ببرعم حسيني من مدينة المناظر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اول شيء عرفني عن نفسك. ذو الفقار علي راهي. تشرف بك ذو الفقار. ذو الفقار انت اليوم جاي وتخدم الامام الحسين بهذا عمرك، ليش تحب الامام الحسين انت؟ لأن استشهد على موتنا. عافية. انت شنو عملك بالموكب؟ نلطم زنجير. نلطم زنجير، بارك الله فيك. يسجلك حبيبي ان شاء الله، وطول عمرك ان شاء الله تكون خادم للامام الحسين. شكرا لك حبيبي. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل الى خادم اخر من خدمة الامام الحسين. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين عليه السلام، ونلتقي باحد البراعم الحسينية من مدينة المناظر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا عن نفسك بالبداية. مصطفى أمير. مصطفى أمير. مصطفى انت اليوم بهذا العمر وجاي تخدم الامام الحسين، ليش نريد نعرف؟ عندي مشاعر. مشاعر تجاه الحسين. الحسين استشهد على مودنا بوقت اللي فاز الدم على السيف، ضحى بنفسه لاجل الدين، مو؟ بارك الله بك. انت شنو عملك بالموكب؟ توزع مي؟ بارك الله بك، بارك الله بك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل الى خادم اخر من خدمة الامام الحسين.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين عليه السلام، ونلتقي بقارئ القرآن أبو إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام أغاتي ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نسأل الله بحق هذه المواكب وهاي الناس اللي هي كلها جاية لابسة أسود وحزين كلها على أبا عبد الله الحسين، إن شاء الله نيات خالصة لأبا عبد الله الحسين. نسأل الله بحق هاي المواكب وهذا اللي العطاء إلى أبا عبد الله الحسين أن يحفظ بلدنا من كل شر وإرهاب ومكروه. والله أبو إبراهيم اليوم نريد ردك كونك قارئ قرآن، ردك على اللي حرق القرآن الكريم، حرق منهجنا، حرق دستورنا، شنو ردك عليه؟ والله أنا ردي بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى نزل القرآن، والقرآن الله حافظه. إنا أنزلنا القرآن وإنا له لحافظون. صح. زين. فأول آية مو حافظة 100% معذرة. فالقرآن محفوظ، وإذا تنظر إلى هذا اللي حرق القرآن، يا أخوي القرآن مو من هسه محارب، من زمن رسول الله. صحيح. رسول الله ومو كان يحارب الظلمة والظالمين والقتل والقاتلين، يعني المجرمين اللي هم حاربوا رسول الله وكذبوا القرآن في ذلك الزمان. فيعني هذا ممتد من ذاك الزمان، يعني الناس ظالمين هسه وبعد. بس هذا القرآن ما يهم، احنا ما يهم حتى لو حرقه، خلي كل شيء يسوون. هذا القرآن محفوظ من رب العالمين، خلي كل شيء يسوون. والمؤمن مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وهذا ياخذ جزاء الشخص اللي هو حرق القرآن. اولا اصبح ذليل، ثانيا هو هسه اصبح من اهل النار، عبد للسويد. طبعا هو عبد للسويد، وهو سوى هاي الاشياء على مود نفسه. صحيح. مو على مود هو مثلا نقول احنا على مود جماعته قوميته، لا هو ما شايف اذيه من القرآن، هو لجل نفسه لجل يحصل على الجواز ولجل يحصل على الجنسيه. يريد يمنحوه، هو طردوه. صحيح. هو يريد يمنحوه على اساس اللجوء. صحيح. السياسي. صحيح. فقال لك هذا هذا انسان تافه يا اخي. صحيح. هذا مصلحته على مود مصلحته. حتى المسيحيين بس هم غبر لفوا غبر، نفس المسيحيين هم تبروا من عنده. صحيح. هذا الشيء كلها على الفيس وعلى اسمه. بارك الله بك ابو ابراهيم، رحم الله والديك. الله يسلمك، رحم الله والديك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل الى خادم اخر من خدمه الامام الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين عليه السلام، ونلتقي باحد خدام الحسين، خادم موكب حاضر شداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول شيء عرفنا عن نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن اعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. كما ترون وهذا شهر محرم الحرام، ونحن في أجواء محرم الحرام، وكما ترون المواكب الحسينية المعزية إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان وإلى المراجع العظام جميعا، وكما ترون قضاء المناذرة وهيئة شباب المناذرة بصورة عامة والمواكب الحسينية المتوافدة من مركز مدينة قضاء المناذرة. وكما ترون الأجواء حسينية انسيابية عالية، ونتمنى من العاملين على الخدمة الحسينية أن يحذون حذو طريق الإمام الحسين عليه السلام، لأن الإمام الحسين عليه السلام عبرة وعبرة، ونتخذ من هذا الطريق الأدب في مجالس الحسين وفي طريق الحسين، ونتعلم من الحسين أن نكون أحرار. حاجت ايدك، اريدك تحكي لي اليوم اكو ناس تسالك شنو اللي حصلته؟ خدمة الحسين شنو اللي حصلته من عندها؟ نعم، طريق الحسين طريق الهداية، طريق الحسين طريق التوبة، طريق الحسين طريق الأحرار، طريق الحسين يرفض للظلم للطغيان. طريق الإمام الحسين عليه السلام عبرة وعبرة، نتعلم من الإمام الحسين درس ودروس وعبر، لأن هذا الطريق هو طريق الأحرار. ونسأل من الله العلي القدير أن يوفق جميع خدمة الحسين وجميع والله يوفقك حذو المواكب الحسينية. نتمنى ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لخدمة سيدي ومولاي عبد الله الحسين، وكما يحفظ قواتنا الأمنية والحشد الشعبي المقدس، أن ينصرهم بنصره المؤزر وأن يحفظهم بعينه التي لا تنام، إنه سميع الدعاء. الله يسلمك ومأجور حبيبي، يسجلك إن شاء الله. الله يسلمك، رحم الله والديك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل إلى خادم آخر من خدمة الإمام الحسين.
رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الإمام الحسين عليه السلام، ونلتقي بأحد خدام الحسين أبو علي الخزرجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. والله هذه طبعا لا توصف بالنسبة لخدمة الحسين والمواكب الحسينية، ما لها وصف حتى تقدر توصفها بأي طريقة ما تنوصف يعني. أيوة. شنو الأوضاع هنا بولايتكم أبو علي؟ والله شلون استقبلتوا محرم الحرام؟ استقبال محرم الحرام بالحزين والأسف على مصاب عبد الله الحسين، يعني ما ادري شكل لك ما توصف الحزن اللي موجود عند اهالي ابو صخير، اهالي ابو صخير اهل السلام اهل المحبه، بيت واحد كلهم اهل ابو صخير. الله يسلمك حجي. حجي نريد رساله استنكار على حرق القران الكريم، شو توجه لهم رساله؟ هم اللي كفروا، هم اللي حرقوا القران، ولا هم لا من الدين، واحتمال حتى دين ما عندهم. هم مين لهم دين؟ ما عندهم دين، هم اللي هسه يوصفونه به. لو كان يعبد البقر ما سوى هالسوايع هاي، عرفت؟ وهذا ان شاء الله ينزل عليهم بلاء من السماء ويحرقهم مثل ما حرقوا القران، ومشهودة لهم ان شاء الله. الله يسلمك حجي، رحم الله والديك ويسجلك حبيبي من الخدام ان شاء الله، وموفق ابو علي تاج راسي. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل الى خادم اخر من خدمة الامام الحسين. وصل يم الشريعة بساع وزينب واقفة من بعيد، وصل يم الشريعة بساع وزينب واقفة من بعيد، وتتنوع على ابو السجاد هضيمة من يظل وحيد، باكر باكر تنسب الحوراء وحيدة تطب قصر يزيد، حول واحد ما ينهى بالواحد، حول واحد ما ينهى بالواحد، زينب وحدها وتنهى بالواحد ما ينهى. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الى نهايه الحلقه في برنامج في طريق الامام الحسين عليه السلام، ونرجع وياكم الى موكب اولاد علي وخادم موكب اولاد علي حبيب حويس. السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله بهذه التغطيه جميله، الله يوفقكم ان شاء الله في خدمه الحسين. الله يسلمك رحم الله والديك. اهلا وسهلا. طبعا احنا هذا اللقاء الثاني وياكم. اهلا وسهلا بكم. الاجواء شلون صارت من بعد اللقاء الاول والناس والجاي تتوافد لهنا؟ والله العظيم الاجواء كلش جميله، وخدمه نظيفه، وناس كلها خدام الحسين، واهل ابو صخير مشهوده لهم خدمه الامام الحسين من كل النواحي، من اخواننا اهل المواكب، المواكب الخدميه، المواكب السجيل، مواكب التطبيق، كلها مواكب زينه ومفضله، خدام للحسين باخلاص. عاشت ايدك. اهلا والله والديك. اريد نداء هذا الموكب، ايش راح يصير هذا النداء؟ لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. وهنا نختم حلقتنا مشاهدينا الكرام، انتظرونا في الحلقة القادمة في برنامج في طريق الحسين.